السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، يسعدنا أن نكون معكم مرة أخرى لنقدم لكم أبرز الأخبار عن اللاعبين المغاربة. كما عهدتمونا دائما، نهتم بتقديم المعلومة الدقيقة، مدعومة بالمصادر وبأسلوب مختصر ومفيد. مواجهة ودية محتملة بين المنتخب المغربي ونظيره الإيطالي. انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تتحدث عن أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تلقت مراسلة رسمية من الاتحاد الإيطالي لتنظيم مباراة ودية تجمع بين المنتخبين المغربي والإيطالي على ملعب الأولمبيكو في روما. في هذا السياق، أفادت مصادر مقربة من المنتخب المغربي أنه حتى الآن لم يتم التوصل بأي تأكيد رسمي حول إقامة هذه المباراة. وأوضحت هذه المصادر أن الجامعة لم تتلقى أي طلب رسمي بهذا الخصوص من الجانب الإيطالي. وأضاف المصدر نفسه أنه في حالة ورود طلب رسمي سيتم مناقشة الأمر مع الناخب الوطني وليد الركراكي، الذي يتواجد حاليا في فرنسا لمتابعة بعض اللاعبين المغاربة. وأكد المصدر أن أي تطورات بخصوص هذه المواجهة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يذكر أن المنتخب المغربي يخطط لخوض مباراتين وديتين شهر يونيو المقبل في إطار الاستعداد لنهائيات كأس إفريقيا 2025، حيث ستكون الأولى أمام منتخب إفريقي قوي، والثانية ضد منتخب أوروبي كبير. تشيلسي يقترب من التعاقد مع المغربي أيوب بوعدي. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى اهتمام أندية أوروبية عريقة مثل تشيلسي، أرسنال وليفربول بالتعاقد معه. لعب بوعدي هذا الموسم 11 مباراة في الدوري الفرنسي، حيث أظهر إمكانيات كبيرة وقدرة مميزة على التحكم بالكرة وصناعة اللعب. من جهة أخرى، دخل نادي ميلان الإيطالي على خط المنافسة لضمه، ما يزيد من حدة السباق للحصول على خدمات اللاعب. نادي ليل يرغب في الحفاظ على لاعبه الشاب، لكن تزايد الاهتمام من الأندية الكبرى قد يفتح الباب أمام انتقاله في المستقبل القريب. إلياس بن صغير: اخترت المغرب بفخر في حديث لمجلة أونز مونديال الفرنسية. أكد نجم موناكو الصاعد إلياس بن صغير أنه اختار تمثيل المنتخب المغربي عن قناعة وفخر. قال اللاعب: الكثيرون يسألونني عن سبب اختياري المبكر للمغرب، لكن بالنسبة لي كان الأمر واضحا. لم أرغب في الانتظار طويلا، وكنت دائما أحلم بارتداء قميص المنتخب المغربي. وأضاف ابن الصغير أنه شعر بثقة كبيرة عندما تواصل معه الناخب الوطني وليد الركراكي، وأكد أنه يشعر بسعادة كبيرة لتمثيل أسود الأطلس في بداية مشواره الكروي. اللاعب الذي تألق هذا الموسم مع نادي موناكو عبر عن إعجابه الكبير بأسلوب نيمار وميسي في الملعب، معتبرا إياهما مصدر إلهامه، خاصة في المراوغات واللعب الهجومي الممتع. وليد الركراكي: الكأس الإفريقية. هدفنا كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن خططه لقيادة أسود الأطلس نحو التتويج بكأس إفريقيا 2025 التي ستقام على أرض المغرب. وأوضح الركراكي أن الفريق يعمل على تعزيز التشكيلة بلاعبين جدد، مع الحفاظ على العناصر الأساسية، لضمان خلق منافسة قوية داخل الفريق. وأشار إلى أن النسخة السابقة من الكان كانت بمثابة خيبة أمل كبيرة، لكنها أصبحت دافعاً للعودة بشكل أقوى. وأضاف: لدينا الموهبة والإمكانيات اللازمة لتحقيق اللقب، وسنعمل على معالجة أي عيوب لضمان جاهزية الفريق. كما أكد الركراكي أنه غير نهج المنتخب ليصبح أكثر هجومية، ما انعكس على الأداء القوي للفريق في التصفيات الإفريقية، حيث أنهى مشواره بعلامة كاملة وأقوى خط هجوم. مجموعة الوداد في كأس العالم للأندية أوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق الوداد الرياضي البيضاوي في مجموعة صعبة تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي. المدرب أكد أن الهدف الأساسي هو تقديم أداء مشرف ومحاولة تحقيق التأهل إلى الدور الثاني. وأضاف أن مواجهة فرق بحجم السيتي واليوفي تمثل فرصة كبيرة للاحتكاك بأفضل الفرق العالمية، مع التأكيد على أن لا شيء مستحيل في كرة القدم. وختم المدرب تصريحاته بالقول: سنلعب من أجل الجماهير المغربية، وسنعمل على تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المنافسة. هذه أبرز الأخبار حول الكرة المغربية واللاعبين المغاربة المحترفين. ما رأيك في هذه التطورات؟ وهل ترى أن المغرب قادر على التتويج بكأس إفريقيا وتنظيم مشاركة مميزة في كأس العالم للأندية؟